القصة بتبدأ بجلوريا وأوبري، الاتنين اتجوزوا وقرروا إن هم يستقروا في بريطانيا، وبعد فترة قليلة من الجواز جابوا بنتين توأم وسموهم جون وجينيفر. بس الغريب في علاقتهم إن ما كانوش زي أي اتنين توأم اتولدوا، علشان وهم صغيرين لما كانوا بيبعدوا عن بعض كانوا بيعيطوا، والعياط بتاعهم بيكون عالي جدا وغريب في نفس الوقت. بس لما بيقربوا من بعض بيسكتوا وبيطمنوا وبيناموا. ولما كبروا شوية في السن بدأت تبان عليهم أعراض غريبة، زي إن هم كانوا بيتكلموا بلغة محدش يفهمها غيرهم، وكمان كان عندهم رهاب إن هم يتكلموا مع الناس. وفي سن ال6 سنين الاتنين بدأوا ما يتكلموش مع أي حد خالص، يعني منعوا كلام تماما، وفضلوا موقفين كلام لفترة طويلة. وعلى حسب تفسير العلماء الطفل لما بيوقف كلام لفترة طويلة ده بيكون سبب مشكلة نفسية، وبتكون مشكلة حد ما غريبة شوية. بس هم كانوا متفوقين جدا في دراستهم وكانوا بيجيبوا أعلى الدرجات، بس الأستاذ بتاعهم أو الأبلة لما كانوا بيسألوهم على أي سؤال ما كانوش بيردوا عليه وكانوا بيتجاهلوه تماما ولا كأن في حد بيتكلم. وده بيأكد إن الأطفال دي ذكية جدا، بس ليه ما بيردوش على حد؟ ده الغريب في الموضوع. وده خلق لهم مشاكل كتيرة في الدراسة، وكمان خلى أكترية الأطفال تتنمر عليهم. وكمان كان في أطفال تانية بتخاف منهم، وده مفهوم لأن كل شيء فيهم كان غير مفهوم، لأن مشيتهم غريبة وتحركاتهم حتى طريقة كلامهم كانت غريبة. ده حتى لو مشوا في أي مكان لازم يمشوا بخطوات معينة، ولو قعدوا لازم يقعدوا مع بعض، ولو وقفوا لازم يقفوا مع بعض، ولو ناموا يناموا مع بعض. يعني حالة غريبة جدا، وأول مرة العلماء يتعاملوا مع شيء بنفس الشكل ده، وما كانش ليها أي تفسير وقتها. ده كمان ما بيظهروش أي تعابير علشان يظهروا إن هم فرحانين أو زعلانين. ده حتى الأب والأم قالوا إن هم بيرفضوا الأكل والشرب معاهم على السفرة، لازم ياكلوا في مكان معزول، ولو ناموا لازم يناموا في مكان لوحدهم تماما وما فيش أي حد يخش عليهم. فالأم حاولت معاهم إن هم ياكلوا معاهم على السفرة وحطت لهم فعلا الأكل، بس الأطفال فضلوا قاعدين لساعات من غير ما ياكلوا، والأكل قدامهم ما اتلمس. فالأم تنازلت عن التجربة دي وخلتهم بعد كده ياكلوا لوحدهم وفي عزلة. وفي المدرسة لما كانوا بياكلوا مع الأطفال ما كانوش بيرضوا ياكلوا معاهم، ولازم يقعدوا في مكان معزول علشان ياكلوا مع نفسهم. وفي سن ال12 سنة الأب والأم عرضوهم على دكتور نفسي علشان يعرف اللي فيهم إيه. فالدكتور قال لهم إن هم عندهم الصمت الالتقائي، وسببه إن الأطفال بتكون خايفة إن هي تتكلم مع أي شخص، وعندهم رهاب اجتماعي، وبيختاروا شخص معين علشان يتواصلوا معاه. وفي حالتهم هم اختاروا بعض علشان يكونوا بيتواصلوا مع بعض. وبعد التشخيص اللي الدكتور قاله خدوهم لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة علشان يحسنوا نفسيتهم شوية ويعرفوا يتعاملوا معاهم. وفعلا الاختيار ده كان فعلا موفق، لأن التجربة بتاعتهم في المدرسة بدأت إن هي تتحسن، وبدأ إن الأطفال يبان عليهم ابتسامة بسيطة، واكتشفوا إن اللغة الغريبة اللي كانوا بيتواصلوا ما بين بعض بيها دي ما كانتش لغة غريبة ولا حاجة، دي كانت اللغة الإنجليزية، بس علشان كانوا بيتكلموا بسرعة ما كانوش مفهومين. Once a day, once a month, once a year, no idea. But perhaps she planted it, first day of your life, and that was it. Come on, you tell me, because I don't know. وبعد مرور سنة عليهم حالتهم ابتدت تتحسن وعلاقتهم ببعض ابتدت تزيد، بس ده ما كانش شيء مريح بالنسبة لهم، لأن في المذكرات بتاعتهم كتبوا إن هم كارهين الحياة دي وبيتمنوا إن هم يعيشوا بعيد عن بعض. more often, and then we couldn't be bothered to repeat ourselves. We didn't speak. We left it. And they kept saying, "What are you saying? What are you saying?" And we just say, "You can't hear us now. You can't hear us never." So we decided not to speak, and we got into a habit of not speaking. وجينيفر قالت إن هي بتحس إن هي وأختها شخص واحد، وده شيء مش مريح خالص. وفي عمر 16 سنة فصلوهم عن بعض. جينيفر عاشت مع أمها وجون عاشت مع عمتها، بس الغريب إن حالتهم ابتدت تسوء بشكل مرعب، ما بقوش ياكلوا ولا يشربوا ولا يتواصلوا مع حد، وكمان ما كانوش بيقدروا يناموا. وجينيفر كان بيجيلها حالة من التشنجات وما بتقدرش تتحرك، والعلماء قالوا إن مخ جينيفر بيرفض إن هو يديها أي إشارات علشان تتحرك، وده بيحصل للناس اللي عندهم انفصال في الشخصية. وبعدها الأهل خافوا على أولادهم وقرروا إن هم يجمعوهم من تاني. وبعد ما كبروا وخلصوا الثانوية جون جات لها وظيفة، فما كانتش عارفة تروح الوظيفة من غير أختها، فراحت عليها الوظيفة، وكان أي شغل بيجي لها ما كانتش بتعرف تقبله. فقرروا يكتبوا كتاب يشرحوا فيه معاناتهم، بس الكتاب منجحش وكانت المبيعات ضعيفة جدا. ومن بعدها دخلوا في مرحلة اكتئاب حاد.
ده وصل بيهم الحال إن جينيفر كتبت في مذكراتها إن هي عايزة تقتل أختها علشان تعيش حياة طبيعية، وكانوا بيقولوا إن هما بيكرهوا بعض بشدة، وكانت المشاكل ما بينهم على طول شغالة، بس في نفس الوقت ما يقدروش يستغنوا عن بعض، وكانوا كارهين كل شيء حواليهم، وكانوا عايزين يدمروا كل شيء. فراحوا على مبنى تخزين علشان يولعوا فيه، فالاتنين اتمسكوا وودوهم على السجن، ومن بعدها رحلوهم على المستشفى الأمراض العقلية، واتحكم عليهم إن هما يقعدوا في المستشفى لمدة سنة. وكانوا كل ما يقضوا العقوبة بتاعتهم القاضي يديهم كمان سنة، وفضلوا على الحال ده لمدة 12 سنة. وعلى مدار ال 12 سنة جينيفر وجون كانوا بيكتبوا على طول جوابات لبعض. فجينيفر كتبت لأختها إن هي حاسة إن هي خلاص بتموت وكده هم هيرتاحوا. وفي يوم بيصحوا بيلاقوا جينيفر ماتت، وسبب الموت التهاب عضلة القلب. وعلى فكرة جينيفر ما كانش عندها أي مشاكل في القلب، والموضوع ده حصل فجأة وما كانش ليه أي تفسير. والأطباء قالوا لما جون ماتت جينيفر ما ظهرتش أي تعابير، حتى ما حزنتش عليها، كأنها كانت مستنية اللحظة دي. ده كمان راحت على قبرها وكتبت قصيدة قالت إحنا اتولدنا واحد في جسدين، وإن جينيفر لما ماتت جون هترجع شخص واحد في جسد واحد. والغريب في الموضوع إن جينيفر لما ماتت جون رجعت لحياتها الطبيعية، وبدأت تمارس الرياضة، وكمان بقت اجتماعية جدا، لقت الأريحية وبقت شخصية حرة من بعدها. وبسبب المذكرات دي الشرطة فتحت معاها تحقيق علشان كانوا بيشكوا إن هي اللي قتلتها، بس لما بحثوا في الموضوع اكتشفوا إن هي ملهاش أي علاقة، وإن سبب الوفاة كان طبيعي جدا. وهي بتقول لهم إن هي ضحت بنفسها علشان أنا أعيش يبقى حياتي كويسة. وبعض العلماء قالوا نظريات غريبة عنهم، قالوا إن هم ممكن يكون عندهم حالة نفسية لسه لحد دلوقتي ما اكتشفوهاش. وفي ناس تاني قالوا إن ممكن يكون عندهم علاقة روحانية شديدة جدا ومحدش كان قادر يوصل لها، وإن هم كانوا عندهم ظواهر غير طبيعية، والإنسان مش مدرك لحد دلوقتي الحاجات اللي ممكن تحصل وهو ما يستوعبهاش. ولحد دلوقتي العلماء ما عرفوش يفسروا الحالة دي بنسبة 100%، كل اللي فسروه كان احتمالات. وانت لو عندك اي تفسير للقصة دي ما تنساش تكتب لنا تحت في الكومنتات. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية انا برشحها لكم. ولو حابين اعمل لكم نوع تاني من الفيديوهات او القصص يا ريت تقولوا لي عليه في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.